شكرا السيد المستشار على إتاحة هذه الفرصة، لأن هذه مسألة أخرى حيوية في مجال هذا من الأمراض ديال الصحة العامة الموجودة. ولكن أريد أن أؤكد أنه في الوقت اللي فعلا هناك 27 ألف حالة سنويا جديدة ديال داء السل، ولكن يجب أن نعرف أولا أن داء السل هو من أقدم الأوبئة المعروفة في تاريخ البشرية، وأنه اليوم هناك جوج العوائق أساسية فيما يخص التخفيض الكبير لحالات ديال داء السل سنويا. السبب الأول هو التحول الوبائياتي إبيديميولوجيك ديال هذا المرض، بمعنى الحالات المقاومة للأدوية تبرز أكثر، وليس هناك دولة قضت على هذا المرض نهائيا. هذا عالميا هناك مزيد من الحالات كتقاوم الأدوية القديمة، فلذلك التطوير في مجال العلاج وتركيب الأدوية، كيفاش غادي نركبوا بين الأدوية فيما بينها أو أدوية جديدة، هذا أصبح هاجس دولي بالنسبة للمؤسسات الطبية المكلفة عالميا. ولكن هناك سبب آخر وهو الفقر، تدني مستوى المعيشة، التكدس، قلة التهوئة، الماء الصالح للشرب، هذه كلها واحد المجموعة من العوامل تؤدي إلى الزيادة في المرض. ولذلك المرض ينتشر أساسا في بلادنا وفي غير بلادنا في هوامش المدن الكبرى حيث هذا التكدس. وذلك احنا في المغرب نحصيو 70% من الحالات في هوامش المدن الكبرى. فإذا هذه هي الأسباب اللي أدت إلى أن على الرغم من وجود استراتيجية للوزارة للتخفيض من عدد الحالات، كاين تخفيض، ماشي ما كاينش تخفيض، لكن التخفيض ما كانش في المستوى المأمول. كانت الخطة كتقتضي التخفيض 6% سنويا، الآن يلا كان تخفيض 3% فقط. ولذلك هذا التخفيض غير كافي. واليوم هناك واحد الخطة جديدة بشراكة مع البنك الدولي الذي خصص حوالي 30 مليون درهم كغلاف مالي، بينما رصدت وزارة الصحة 20 مليون درهم لهذه الخطة. وتم أخيرا فتح مركزين بالدار البيضاء، مركز واحد بالدار البيضاء وآخر بالرباط، للتكفل بأمراض السل المقاوم، لأنه هو كما قلت من بين الأسباب اللي كتخلي صعوبات في نجاح الخطة. ولكن أيضا نريد أن نؤكد هنا ولجميع المواطنين ولجميع المتدخلين إلى أن في هذا الموضوع بالذات هناك متدخلين متعددين، وليس ماشي فقط العلاج، ولكن لا بد من الوقاية. وهنا ما يسميه المتخصصين بالمحددات الاجتماعية للصحة، les déterminants sociaux de la santé. كاين هناك محددات اجتماعية خص حتى هي نشتغلوا عليها باش يمكن نقاوموا المرض ونقصوا، وهي ظروف العيش، ظروف السكن، مقاومة السكن غير اللائق إلى آخره. هذه كلها أمور يجب أن نشتغل عليها في هوامش المدن، وهذه من بين الشروط الضرورية اللي نستطيع أن نقاوم المرض مقاومة جيدة. وأريد أن أشير هنا إلى أن هناك كثير من الجمعيات من المجتمع المدني تشتغل على هذا الملف أيضا في شراكة مع وزارة الصحة، ونريد أن نحييها ونحيي جهودها من هذا المنبر.